أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هعمل معاكم حلا كازاندي، وهو حلا تركي ومشهور قوي ويعني طالع ترند قوي اليومين دول. سهل جدا في تنفيذه، مكوناته بسيطة، مش بياخد وقت كتير، وفي نفس الوقت نتيجته مبهرة وطعمه كريمي ولذيذ جدا. لو جربتوه فعلا هتنفذوه كتير قوي. تعالوا بقى نشوف الحلا اللذيذ جدا ده بيتعمل ازاي. بس يا ريت تدعموني بلايك وشير، واللي أول مرة يشوفني يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ. مكونات الوصفة عندنا بسيطة جدا، عبارة عن حليب 2 كوب معياري ونص، بما يعادل 625 ملي. بسيب نص كوباية علشان أدوب فيها الدقيق والنشا، والطريقة دي أسهل وأسرع. بنضمن بقى ان الدقيق والنشا تدوب كويس قوي، لكن في نفس الوقت اللي مش حابب يعمل كده ممكن يضيف كل المكونات على بعض ويدوبها، بس هتاخد وقت اطول شوية. معلقتين كبار من النشا، وتكون معلقة ممسوحة، ومعلقتين كبار من الدقيق، وندوبهم كويس قوي. طبعا والمقادير كاملة هسيبها بالكوباية وبالجرام مكتوبة ان شاء الله في صندوق الوصف. بدمج بقى الدقيق والنشا مع الحليب كويس قوي، وبضيفهم لباقي الحليب. وبعد كده بضيف باقي المكونات، ربع كوباية من السكر ناقص معلقة صغيرة، وطبعا تقدروا تزودوه شوية لغاية ربع كوباية أو أكتر. وصفار بيضة، وما تقلقوش أبدا من نكهتها. احنا بنضيف طبعا فانيليا أو أي نكهة تحبوها، مستكة أو ماء زهر. وبحب أضيف دايما الفانيليا في التسوية في التلت الأخير علشان ما تغليش كتير على النار. طبعا بدمج المكونات كلها مع بعض كويس جدا، وبعد كده انقلها على الغاز على نار متوسطة مايلة لهادية شوية، مع الاستمرار في التحريك طبعا علشان ما يلزقش في قاع الإناء اللي بنشتغل فيه. يبقى كده المكونات 2.5 كوباية حليب، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار دقيق، صفار بيضة، فانيليا، ومعلقة كبيرة من الزبدة هنضيفها في الآخر. بعد ما ابتدى القوام يتقل شوية بضيف الفانيليا. أنا ضفت فانيليا بودر وفانيليا سايلة. لازم يكون طبعا نوع الفانيليا كويس عشان ما يبانش أي ريحة للبيض. ابتدى بقى يغلي الخليط زي ما احنا شايفين ويبقبق كده، بنسيبه حوالي دقيقتين عشان ندي فرصة للنشا والدقيق يستووا. وما ننساش استمرار التحريك بقى والتقليب علشان ما يتلسعش مننا في الوقت ده. في الآخر بقى بنضيف معلقة من الزبدة، بتكون في درجة حرارة المطبخ، بتديله طعم كده وغناوة جميلة جدا. يعني مهمة معلقة الزبدة، لكن لو مش متوفرة ممكن نستغنى عنها. بنشيله بقى من على الغاز على طول، وبنراعي خطواتنا تبقى سريعة في الوقت ده، لأن احنا مش عايزين الخليط بتاعنا يبرد ويتجمد أو يعني قوامه يتقل قوي. شايفين بقى هو كده قوامه مظبوط جدا. بنشيله بقى على جنب، وفي طاسة غير لاصقة أو صينية بنضيف معلقتين أو 3 من السكر، إما سكر بودر أو السكر العادي، سواء ده أو ده. السكر البودر ميزته إن هو هيتكرمل بسرعة. أول ما نلاحظ إن السكر داب من أي جنب في الصينية بنبدأ التقليب الخفيف عشان نساعده إنه يتكرمل بسرعة. بعد بقى ما وصلت للون الذهبي الحلو ده بضيف معلقتين من الخليط اللي أنا عملته قبل كده، ووزعه على أرضية الصينية واسيبه حوالي دقيقة يغلي معاها كويس. بعد كده بضيف باقي الكمية وأوزعها كويس بحيث تبقى نفس الارتفاع في كل جوانب الصينية، وأساوي سطحها بالشكل ده، وأسيبه من 5 ل7 دقايق. طبعا ناخد بالنا إن كل ده على نار متوسطة مايلة للهادية. طبعا عشان عندي الصينية كبيرة شوية عن حجم الشعلة بتاعتي فبقيت أحركها شوية، كل شوية بحركها من الجنب ده للجنب ده علشان تتوزع الحرارة كويس، ياخد نفس اللون من القاع. وتهزوها بقى بالشكل ده علشان تتحرك من القاع وما تلزقش. طفيت عليها الغاز وبشيلها بقى تهدى، وبعد كده نحطها في التلاجة لمدة حوالي ساعة أو أكتر حسب ما تحبوا. وبعد كده بنقطعها بقى بنفس الطريقة اللي واضحة في الفيديو. بالطريقة دي سهلة جدا وما فيهاش أي صعوبة، بس مجرد بنقطعها بنحدد شكلها بالشكل ده مستطيل، ممكن يبقى عريض رفيع، ونرولها بقى بالشكل ده. شايفين بقى مش بتتقطع خالص وبتلف بكل سهولة، مجرد بس بساعدها بسيط في الأول كده وبلفها بكل سهولة. شايفين بقى شكلها خطير جدا، مظبوطة شكل السويس رول، ملفوفة الرول مظبوط قوي، لونها ممتاز جدا، مش غامق قوي ولا فاتحة قوي. لو حابين انها تبقى اغمق من كده شوية بتسيبوها اكتر دقيقة، حوالي دقيقة مثلا زيادة. شايفين بقى شكلها حلو قوي في التقديم. ممكن تتقدم بالشكل ده، وممكن نجملها بأي حاجة، مكسرات،
فستق، بندق، ممكن جوز هند، ممكن تتقدم زي ما هي زي ما قُلت لكم كده بالشكل ده، هي أصلًا طعمها خطير مش محتاجة أي إضافات، بس أنا هنا ضِفت لها شوية من الفستق كده المجروش، طبق جميل وشيك وبسيط جدًا، تكلفته بسيطة جدًا، طريقته سريعة أوي وسهلة في نفس الوقت، لكن في النهاية النتيجة مبهرة وخطيرة، طعم جميل جدًا خطير، أنا عن نفسي هاكرره كتير. لازم تجربوا الوصفة لأنها فعلًا تستحق التجربة، لذيذة وطعمها juicy كده وقوامها ناعم حلو أوي، نكهتها حلوة أوي، نكهة البيض فيها مش باينة خالص، جربوها وأنا واثقة إنها تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، وإن شاء الله أشوفكم في وصفات جديدة أحلى وأحلى، باي باي.